ازاي نقدر نفعل 58,000 ميجا او 30,000 ميجا او 19,400 ميجا او 11,400 ميجا من خلال ابلكيشن انا فودافون الموجود على متجر بلاي؟ هل فعليا هنقدر ان احنا نفعل الميجات دي على الخط بتاعنا ولا لا؟ كل ده هنبتدي نعرفه في خلال فيديو النهارده. بس قبل ما نبدا كالعاده انا محمد، دي قناتكم مدرسه اشباح النت. ما تنساش بقى تخبط اللايك المتين بتاعك للفيديو، وكمان لو حضرتك جديد معانا تشترك في القناه وتفعل الجرس بقول كل الاشارات عشان يوصلك كل جديد. فينك يا محمد مختفي عن القناه دي بقالك حوالي 9 شهور ما نزلتش فيديوهات؟ هقول لك يا عزيزي، اليوتيوب كان قافل لنا القناه دي، وبعد حوالي اكتر من 9 شهور رجعنا القناه الخاصه بينا. وطبعا انت عارف مع رجوع القناه الخاصه بينا بنبتدي نكسب الناس فلوس، بنبتدي نوزع على الناس هدايا، والاهم من كده بنبتدي ننزل لكم فيديوهات تعليميه بحته. والفيديوهات التعليميه دي يا عزيزي بتستفاد منها كتير جدا. عشان كده لو ما حطيتش اللايك الجميل بتاعك انزل دلوقتي حط اللايك بتاعك. كمان بقى ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. قبل ما نبدا حابب اقول لك all copyrights reserved by Cosnet، جميع هو محفوظه لاشباح النت. مبدئيا يا عزيزي كل اللي احتاجه منك ابلكيشن انا فودافون، اخر اصدار موجود منه اللي هو اخر ابديت يعني موجود على جوجل بلاي او متجر بلاي. وكمان هحتاج منك اي متصفح عندك وليكن كيو براوزر مثلا جوجل كروم اللي هو موجود تحت دوت، اي حاجه حضرتك عندك اي متصفح ابتدي استخدمه مفيش مشاكل. بعد كده اللي اطلبه منك هتدخل على ابلكيشن انا فودافون بالرقم والباسورد الخاص بيك، او تقول له استمر بالشريحه فيبتدي يدخل دايركت كده على انا فودافون. وكمان نفس الحساب دوت هتبتدي تفتحه على الكيو براوزر او اي متصفح عندك، هتدخل على web.vodafone.com.eg وتبتدي تفتح السايت وتسجل فيه بنفس الرقم والباسورد، هيفتح معاك الشكل اللي هو ظاهر قدامك دوت. ده بالنسبه لنا كده تمام، ودي اول خطوه. هنبتدي نرجع بعد كده على ابلكيشن انا فودافون. ابلكيشن انا فودافون اللي ظهر قدامنا دوت يا عزيزي لازم النظام الخاص بيك يكون على ريح بالك 14 قرش. يعني ايه يا محمد؟ عايز افهم. اقول لك ركز معايا، عير لي كل انتباهك، انصت جيدا. بعد كده يا عزيزي كل علينا بضغط على كلمه المزيد، بعد كده بروح على نظامي اللي موجوده فوق دي وركز معايا بقى. اهم حاجه او اولا كده لازم نظام خطك يكون ريح بالك كله ب 14 قرش. ريح بالك كله ب 14 قرش. طيب مثلا محمد لو انا على نظام تاني غير اللي هو ريح بالك، اقول لك لو معاك ميجات مثلا او وحدات اللي هي الفليكس الخاصه بيك، لو انت على نظام فليكس فحضرتك لازم تنهيها الاول وبعد كده تروح لريح بالك كله ب 14 قرش. وخد بالك على ما بتغير النظام بتاعك بياخد شويه وقت كده على ما بيسمع معاك في الابلكيشن. اي خط تاني مش هيعرف يحول نظام الخط بتاعه، فبالتالي دلوقتي هو مش هيقدر ان هو يستفيد من العروض اللي عاملاها شركه فودافون. بعد كده خلاص عرفنا اول حاجه لازم يكون نظام الخط بتاعي ريح بالك كله ب 14 قرش. هبتدي ارجع من السهم اللي موجود فوق دوت، بعد كده ارجع مره ثانيه، بعد كده اروح لشحن الرصيد. عندي ليه هروح لشحن الرصيد؟ هفهمك. عندك حاجه هنا اسمها تفاصيل الرصيد والاشتراكات، هبتدي ادوس عليها. بيجيب لي هنا المفروض ان هي النوته اللي عليا. يعني ايه نوته؟ اللي هي ضريبه الدم، خدمه سلفني شكرا، خدمات شكرا، وبالتالي دي اسمها اشتراكات قادمه اللي هي بتسدد عند الشحن. فلازم دلوقتي بقى اول حاجه ان انا اسدد ال 10 جنيه و35 قرش دول. طيب هل دي بس اللي احنا محتاجينها؟ هقول لك لا، محتاجين كمان ان احنا نسيب 260 جنيه رصيد صافي على الخط. يعني ايه يا محمد؟ يعني انا هشحن ال 10 جنيه ولا اسيب 260 جنيه رصيد على الخط؟ اقول لك يا عزيزي بعد ما بتسدد النوته انا عرفتك بتجيب النوته اللي عندك منين، اللي هي المفروض الحاجات اللي انت عايز تسددها. ولو خطك عليه قيمه اكبر من كده بتبتدي تظهر لك دي جميع الحاجات او الدمغات او سلبني شكرا او خدمات شكرا اللي انت مستخدمها على الخط الخاص بيك، فلازم تسددها. وبعد ما تسددها لازم يفضل في الخط الخاص بيك هنا في الرصيد 260 رصيد. ده كده بالنسبه لاول هام عندنا. تاني هام عندنا يا عزيزي هندخل على شحن الرصيد برضه بالشكل دوت، نروح على تفاصيل الرصيد والاشتراكات. احنا كنا هنا في الاشتراكات القادمه، هنروح بعد كده على حاجه اسمها الماني باك اللي هي الاشتراكات السابقه. هنا لو حضرتك عملت اي معامله للماني باك عندك او استخدمتها الشهر اللي احنا فيه دوت، فعليا الميجات دي مش هتبتدي ان هي تنزل على الخط بتاعك. يعني ايه يا محمد؟ هقول لك يا عزيزي لازم الخط بتاعك في الشهر اللي احنا موجودين فيه دوت ما تكونش استخدمت ماني باك، اللي هو بتروح تشترك في باقه وترجع الفلوس الخاصه بيها او الرصيد الخاص بيها مره ثانيه. يا ريت تركز معايا في جميع الحاجات اللي انا بقولها. وزي ما حضرتك شايف الخط حاليا اتشحن بس في 273 جنيه بوينت 65. اهم حاجه في الاول ان انت تشحن رصيد اللي هو 260 صافي يكونوا موجودين على الخط بتاعك زي ما حضرتك كده شايف بالظبط. اول حاجه بقى يا عزيزي عايزك تروح هنا على موقع الويب بالشكل دوت اللي هو خاص بشركه فودافون. وخلاص كده احنا كتبنا الرقم والباسورد الخاصين بينا، هنبتدي نعمل ريفرش بالشكل دوت للويب سايت الخاص بشركه فودافون. هنبتدي ننتظر لحظات. خلاص على كده الرصيد سمع معانا في الويب سايت برضه. بعد كده هنبتدي ندخل على كلمه انترنت، بعد كده اقول له اختار باقتك من المكان دوت. طبعا هيفتح معاك هنا الباقات على تطبيقات بلس، فانت محتاج تروح لحاجه اسمها باقات بلس الجديده.
هنبتدي ندوس عليها بالشكل دوت. بعد كده هنا تحت مكتوب 1400 ميجا عاملين 32 جنيه، هنبتدي نسحب حرك كده ما يهمكش. طيب هنا المفروض ان مفيش ال 260 جنيه، كل اللي علينا دلوقتي ان احنا نضغط على باقات بلس، بعد كده بنقول له باقات بلس كومبو بالشكل دوت. ركز هنا ظهرت معانا اللي هي ال 260 جنيه اللي هي بتدينا 18000 ميجا بايت متجدده، وهنا الصلاحيه الخاصه بيها زي ما ظاهر قدامك مكتوب عليها هنا شهر واحد. هشترك في باقه ال 18000 ميجا بايت المتجدده والصلاحيه بتاعتها شهر، ودي بتكون ب 260 جنيه. كل علينا انا اقول له اشترك الان بالشكل دوت. هنا بقول لك انت على وشك الاشتراك في باقه بلس الجديده ال 260 جنيه واللي بتديك 18000 ميجا. هقول له بالشكل دوت تاكيد. هنا بيقول لك لقد حدث خطا، من فضلك حاول في وقت لاحق. فكل عليها خلينا نعمل ريفرش مره ثانيه للسايت كده ونشوفه فعلا هل الرصيد بتاعنا موجود ولا لا. الرصيد موجود، ارجع لباقات بلس الجديده، بعد كده باقات بلس كومبو، بعد كده مره ثانيه ارجع هنا على 260، بعد كده اقول له تاكيد. هل فعلا هيشترك؟ تم بنجاح، لقد تم تنفيذ طلبك بنجاح. خلينا نرجع مره ثانيه كده على ابلكيشن انا فودافون ونعمل ريفرش. هنا اكيد الرصيد اتسحب يا شباب. هنا فاضل في الخطه دي فاضل 13 جنيه و65 قرش. دلوقتي هندخل على اداره الباقه الخاصه بينا بالشكل دوت. احنا حاليا عزيزي المفروض ان احنا اشتركنا في باقه 18000 ميجا اللي سعرها 260 جنيه رصيد صافي. هنبتدي نفهم دلوقتي بقيه الوحدات اللي احنا اتكلمنا عليها في بدايه الفيديو هنفعلها ازاي. كده خلاص الباقه بلس الجديده اللي هي 260 جنيه اللي بتدينا 18000 ميجا مفعله على الخط عندنا، والمفروض ان تاريخ تجديد الباقه 17 ديسمبر 2025 اللي هو بعد شهر من دلوقتي. هبتدي ارجع بالشكل دوت. فاكر الموني باك اللي انا كلمتك عليها من شويه؟ هتقول لي ايوه فاكرها. هقول لك ارجع لها تاني اللي هي الموني باك. هدخل على شحن الرصيد بالشكل دوت، بعد كده اروح لتفاصيل الرصيد والاشتراكات، بعد كده هنا المفروض يا عزيزي ادي الاشتراكات الشهريه الخاصه بيا. اروح على الاشتراكات السابقه بالشكل دوت. هنا في شحن على الطاير، المفروض في خلال 10 دقائق بالظبط او ربع ساعه بيبتدي ينزل لي هنا ان انا اقدر ارجع الباقه دي تاني، ان انا ارجع الرصيد للخط بتاعي مره تانيه. ودي اللي كنت بكلمك عليها من شويه اللي هو حاجه اسمها الماني باك. فكل عليها دلوقتي ان انا هبتدي ارجع وهبتدي انتظر بعض الوقت، او ممكن من هنا اضغط على الثلاث شرط اللي تحت، بعد كده بقول له رصيدك معاك ماني باك، وهنا بوديك برضه على الاشتراكات السابقه، وهننتظر لحد ما فعليا نقدر ان احنا نرجع سعر الباقه دي او الرصيد اللي احنا صرفناه على الباقه دي للخط بتاعنا مره ثانيه. اهم حاجه دلوقتي عزيزي ان في الفتره اللي انت منتظر فيها يرجع لك الموني باك عندك ما تستخدمش اي وحدات من الباقه بتاعتك، وكمان ما تفتحش نت على نفس الخط. يفضل انت تستخدم خط ثاني في نت تفتح بيه ابلكيشن انا فودافون، او تستخدم الواي فاي الخاص بيك. بعد كده ندخل على شحن الرصيد مره ثانيه. العمليه ما بتتمش زي ما قلت لك لو انت ما استخدمتش نت على الخط. بعد كده بندخل على تفاصيل الرصيد والاشتراكات، بعد كده الاشتراكات السابقه. هنا زي ما حضرتك شايف باقه بلس كومبو جديده 260 جنيه ومكتوب تحتها هنا ماني باك. هنبتدي ندوس عليها بالشكل دوت. هنا طبعا لازم تعمل استرجاع للرصيد الخاص بيك، هتقول له عندي مشكله بالشكل دوت. بعد كده بتقول له مش عايز الباقه تتجدد لوحدها، كنت عايز اجدد باقه انترنت ثانيه، كنت عايز اجدد باقه فليكس ثانيه، واسباب اخرى. اضغط على اسباب اخرى، بعد كده قول له تاكيد. بعد كده هنرجع لك 260 جنيه رصيد. باقه بلس كومبو الجديده 260 جنيه هتقف وهتتجدد تلقائي عند وجود رصيد عند منتصف الليل. بعد كده هتقول له رجع لي رصيدي. ركز معايا بقى في الخطوه اللي هتتم معانا دي. لازم الانترنت عندك يكون جودته الى حد ما كويسه اللي هي تشغل الابلكيشن، عشان طبعا خلاص على كده، عشان ما فيش اهم منك. رصيدك رجالك دلوقتي معاك 260 جنيه زياده على رصيدك تستخدمهم زي ما تحب. باقه بلس كومبو جديده 260 جنيه وقفت وهتتجدد تلقائي عند وجود رصيد كافي ابتداء من منتصف الليل. بعد كده هنقول له تم بالشكل دوت. يعني ما حدش فيكم يروح اصلا يعمل الارض دوت او يفعل الميجات دي الساعه 11:30 تقريبا مثلا، لانك بتنتظر وقت، فبالتالي هتعمل الموني باك وهيرجع يشترك في الباقه تاني وهيحصل مشكله. هنا الرصيد بتاعنا راجع لنا بالشكل دوت. جميل جدا. الباقه اتلغت، رصيدنا راجع 273 جنيه مره ثانيه. حاليا هروح اكلم صاحب الخط دوت يسحب الرصيد اللي موجود على الخط ويسيب 32 جنيه رصيد، واعرفك هنعمل بيهم ايه دلوقتي. وحاليا احنا معانا زي ما قلت لك 69 جنيه وهنبتدي نعمل ريفرش، لان المفروض حاليا يا عزيزي ان اخر حاجه هنبتدي نسحبها من الخط. ممكن نسيب 32 جنيه 33 جنيه مش اكتر من كده، عشان نضمن ان مفيش فلوس بتتخصم مننا اثناء التحويل، وبالتالي المبلغ يقل زي ما قلت لك عن 32 جنيه. هنا معانا 32 جنيه و93 قرش. كل اللي عليك بعد كده ان انت بتضغط على كلمه شراء باقه بالشكل دوت، تنتظر لحظات لحد ما تبتدي تحمل معايا. بعد كده هنا عندك باقات بلس. هنا طبعا باقتك الحاليه غير مفعله، سيبها زي ما هي. بعد كده هتضغط هنا على باقات بلس، هتقول له اضغط للمزيد بالشكل دوت. اول مره بنشترك منين؟ الله ينور عليك، من موقع الويب بتاع
شركه فودافون. بعد كده كل عليها عزيزي الشايف اللي هي اشتراك في باقه بلس المتجدده ال 1400 ميجا اللي هي عامله 32 جنيه. هتقول لي ايوه، اقول لك دوس عليها. بعد كده اقول له اشترك من المكان دوت. هنا بقول لك خليك على نظامك وليك عرض 1400 ميجا هديه على بلس 32 ب 390 جنيه. لا، احنا مش هنقول له هنا الحصول على العرض، امال هنقول له يا محمد، هنقول له تغيير النظام. هنا بقول لك جدد من رصيدك ولا استخدم فودافون كاش، هنقول له جدد من رصيدك. هنا تاكيد الاشتراك، صفقه الميجا بايت الحاليه، هنقول له تاكيد. خلاص على كده ابتدي انتظر لحظات. تم بنجاح، جميل جدا وعسل جدا الكلام ده لحد دلوقتي. هنا باقه بلس الجديده 32 جنيه 1400 ميجا. ايه المطلوب مني بعد كده؟ المطلوب ان انا اعمل ريفرش. انا فودافون، الباقه ظهرت معايا. بعد كده اروح للعروض اللي عندي. ركز معايا هنا في الشكل دوت. ادي العروض اللي موجوده عندي. هنا العروض اللي موجوده عندي خصم على باقه النت، وعندي حاجه اسمها ميجا بايتس اكتر. ركز معايا بقى، ركز معايا. هنا نبتدي نعمل ريفرش مره ثانيه، او نبتدي ندخل ونخرج من الابلكيشن. خلاص انا مش بستخدم غير انا فودافون بالشكل دوت. بعد كده ندخل على انا فودافون مره ثانيه. ركز ان انت في عروض ساعات ما بترجع لورا وتبتدي تدخل ثاني بتبتدي اللي هي تظهر عندك. ركز معايا. اروح على كلمه العروض مره ثانيه. هنا ظهر لنا ايه؟ ميجا بايتس اكتر 2800 ميجا. وهنا خصم على باقه النت، باقه 45000 ميجا ب 260 جنيه بدل 85 لمده شهرين. هنبتدي نرجع ونبتدي نعمل ريفرش بالشكل دوت. بعد كده نبتدي ندخل مره ثانيه. ركز ان انا معايا 1400 ميجا بس. بعد كده خلينا نروح على العروض مره ثانيه. الكلام دوت كله عزيزي هنا زي ما حضرتك شايف ظهر لنا ايه؟ هي دي اللي احنا محتاجينها، ميجا بايتس اكتر 58000 ميجا بالشكل دوت. ما ترجعش تاني، ما ترجعش، لان العروض هتبتدي ان هي تتبدل. هنا هنقول له ايه؟ استمتع بالعرض بالشكل دوت. هنا مبروك جاري تنفيذ طلبك. خلاص على كده عزيزي ال 58000 ميجا خلاص شوف اتبدلت هنا ل 2800 ميجا. احنا خلاص اخدنا قد ايه؟ اخدنا ال 58000 ميجا بالشكل دوت. ركز معايا بقى، المفروض هندخل على اداره الباقه عندنا. ركز معايا، اهم حاجه عزيزي ركز معايا. هنا بيقول لك ايه؟ باقتك الحاليه غير مفعله، ميجا بايتس هديه مع التحويل الى باقه النت الاعلى. فبما ان اصلا المفروض الميجات ما اتفعلتش على الخط دوت، فالخط دوت يا عزيزي فيه مشكله. فبالتالي انا عملت ماني باك مره ثانيه للرصيد الخاص بالخط، وصاحبه يقدر برضه يسحبه وهو ما خسرش حاجه، ويقدر ان هو يجرب مع خط تاني في خلال نزول الفيديو دوت. وعشان تتاكد ان انا عملت ماني باك هندخل على شحن الرصيد بالشكل دوت. بعد كده هنا تفاصيل الرصيد والاشتراكات. بعد كده الاشتراكات السابقه. وهنا زي ما حضرتك شايف عملت ماني باك لباقه بلس الجديده اللي هي 32 جنيه. فانا دلوقتي رجعت له الرصيد وفهمتكم اصلا ازاي بينفعل 58000 او ال 30000 او ال 19000 او ال 11400. ده كان كل اللي معايا في فيديو النهارده. كنت اتمنى فعليا ان الخط دوت تنفع عليه الميجات دي، عشان فعليا تكون واثق بنسبه 100% ان هي شغاله فعليا. الناس بقى اللي هتجربها عزيزي وتبتدي فعليا ان هي تنزلها على الخطوط بتاعتها، يا ريت تحت في الكومنتات اكتبوا لي فعليا ان هي تفعل عندكم. فانا لحد هنا بكون انتهيت. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.